أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب ممكن نعتبره واحد من أهم كتب التنمية الذاتية على الإطلاق، وهو سحر التفكير بصورة أكبر. الكتاب ده فعلا أثر في حياة ملايين الناس، والسبب بسيط قوي، إنه بيقدم فكرة واحدة لكن تأثيرها ضخم جدا، وهي إن حجم نجاح أي شخص بيتوقف على حجم تفكيره. فخلونا النهاردة نكتشف مع بعض إزاي المبادئ دي ممكن تغير نظرتنا للإنجاز والنجاح. الحكاية كلها بتبدأ سنة 1959. نزل كتاب بوعد ممكن نقول إنه كان بسيط، بس في نفس الوقت جريء جدا في وقته. ووعد رسالته فضلت قوية ومؤثرة لحد النهاردة. الوعد ده كله بيتمحور حوالين فكرة واحدة بس، فكرة ممكن تحدد مسار حياتنا بالكامل. والفكرة دي بتقول إن حجم النجاح اللي بنوصله بيتحدد بعامل واحد بس، مش الحظ ولا الظروف ولا حتى الذكاء الخارق. لا، هي حاجة واحدة بس. العامل ده هو حجم التفكير. معقولة؟ هل ممكن تكون الإجابة بالبساطة دي إن الطريقة اللي بنفكر بيها هي اللي بتصنع مستقبلنا؟ طيب خلينا نشوف إزاي. الكتاب بيبدأ بمثال واضح قوي، بيحكي عن 2 مندوبين مبيعات، واحد عادي دخله في السنة حوالي 12,000 دولار، والتاني اسمه هاري دخله 60,000 دولار. السؤال هنا، هل هاري أذكى أو بيشتغل أكتر ب5 مرات؟ الإجابة لأ. الكتاب بيقول إن الفرق الوحيد بينهم هو إن هاري بيفكر بشكل أكبر ب5 مرات. طيب عشان نفكر زي هاري لازم الأول نشخص المشكلة اللي بتمنعنا. الكاتب بيسميها مرض الفشل، وبيوصف علاج لحاجة اسمها الإكسكيوزايتس، أو ممكن نترجمها كده مرض الأعذار. الإكسكيوزيتس ده هو مرض فكري بيشل العقل حرفياً. الشخص اللي بيعاني منه بيكون دايماً عنده حجة جاهزة تفسر ليه هو مش بيتحرك من مكانه ومش بيحقق أي تقدم حقيقي. والمرض ده ليه 4 أشكال مشهورة جدا: أعذار الصحة، أنا صحتي على قدي; أعذار الذكاء، أنا مش ذكي كفاية; أعذار السن، أنا كبرت خلاص أو أنا لسه صغير; وآخر حاجة أعذار الحظ السيء، أنا حظي وحش والدنيا ضدي. كلنا بنسمع الأعذار دي ويمكن بنستخدمها من غير ما ناخد بالنا. وهنا بقى بتيجي الخطورة الحقيقية. في الأول الشخص بيكون عارف إن العذر ده كذبة أو على الأقل مبالغة، لكن مع التكرار كل ما يكررها أكتر كل ما بيقتنع بيها أكتر، لحد ما بتتحول في عقله لحقيقة مطلقة بتسجنه في مكاني. تمام، بعد ما شخصنا المرض نيجي للعلاج. أول وأهم خطوة هي إننا نقوي العقل، وهنا الكتاب بيقدم لنا مفهوم عبقري جدا اسمه ترموستات الإيمان. هنا بنشوف الفرق واضح جدا بين عقليتين. الشخص اللي عايش في منطقة الوسط هو مؤمن إن قيمته قليلة وبالتالي بيجيله القليل، بيصدق إنه ما يقدرش يعمل حاجات كبيرة وفعلا ما بيعملهاش. في المقابل الشخص اللي بيتقدم هو مؤمن إنه قيمته كبيرة فبيجيله الكتير، مؤمن إنه يقدر يتعامل مع مهام كبيرة وصعبة وفعلا بيقدر. فالإيمان ده عامل زي الترموستات اللي بينظم إنجازاتنا. لو ظبطناه على درجة حرارة منخفضة إنجازاتنا هتفضل محدودة، ولو علينا المؤشر سقف طموحاتنا وإنجازاتنا بيعلى معاه. والكتاب بيأكد على النقطة دي بمقولة قوية جدا: اللي بيتبنوا عقلية المركز التاني هم دايما اللي بيحققوا نتائج المركز التاني. يعني إيمانك بنفسك هو اللي بيحدد مكانتك في الآخر. بس خلي بالنا، الإيمان لوحده مش كفاية. الجزء التاني من العلاج بيركز على إننا لازم نحول الإيمان ده لفعل حقيقي. لازم نكتسب عادة الفعل. وهنا بنقابل أكبر عدو للفعل، أكبر حاجة بتوقفنا كلنا: الخوف. طيب إزاي نتعامل معاه؟ العلاج بسيط وهو مكون من خطوتين. أولاً، اعزل خوفك. لازم نحدده بالظبط، نعرف إحنا خايفين من إيه بالظبط من غير لف ودوران. ثانياً، ودي الأهم، نتحرك، ناخد أكشن. الكتاب بيأكد إن لكل نوع من أنواع الخوف في فعل معين بيواجهه. ببساطة الفعل هو الدواء الفعال للخوف. وده بيوصلنا لنقطة جوهرية جدا: الأفكار مهما كانت عبقرية ملهاش أي قيمة حقيقية إلا لما نبتدي ننفذها ونتصرف على أساسها. وأخيراً نيجي للعلاج المتقدم. نعمل إيه مع الإخفاقات اللي أكيد هتقابلنا في الطريق، وإزاي نقدر نحول الهزيمة دي لنصر؟ المثال ده عبقري. مستثمر ناجح كان بيعتبر خساراته في بداياته مش فشل، لا، كان بيعتبرها تكلفة تعليمه. لما بنغير نظرتنا للفشل ونشوفه كدرس بنتعلمه بنقدر نكمل وإحنا أقوى. الكتاب بيلخص الحكمة دي في معادلة بسيطة: الإصرار زائد التجربة بيساوي النجاح. الفكرة هي إن الإصرار لوحده مش كفاية لو بنكرر نفس الغلطات. لازم نفضل مصممين على الهدف، لكن في نفس الوقت نكون مرنين في الطريقة
ونجرب أساليب جديدة لحد ما نوصل. وبنختم بالسؤال ده اللي هو خلاصة رسالة الكتاب كلها. لما نؤمن بجد إن في حاجة ممكن تتعمل، إزاي عقلنا بيبدأ يشتغل ويلاقي طرق عشان ينفذها؟ السؤال ده مش بس بيخلينا نفكر، ده بيفتح الباب عشان نطبق المبدأ ده على حياتنا كلها.